كده الناس الكل تتذكر الدقيقة 85 من مباراة تونس مالي في الكان الأخير في إطار ثمن النهائي. الدقيقة اللي خرج فيها حنب على المجبري من المباراة وتم تعويضه. وقتها التوانسي الكل والجمهور التونسي الكل كان رافض لهذا الخروج تقريبا، على اعتبار وأنه حنب على المجبري كان أفضل لاعب في المباراة وفي وسط ميدان المنتخب التونسي. الناس الكل مشى في بالنا أنه سامي طرابلسي اختار إخراج حنب على المجبري لأنه كثر من الاحتجاجات وعنده انذار. ولكن اليوم صحيفة السفير الرياضي تعرفت على الخيط الأول لماذا اختار سامي طرابلسي إخراج حنب على المجبري، وباش تشوفوا العجب والغرايب في هذا القرار اللي أكد أنه الأجواء في المنتخب التونسي ماهيش عادية جدا، واللي أكد أنه الفريق تتحكم فيه كل الأطراف ما عدا المدرب سامي الطرابلسي. معكم الكوتش نبيل، خبير تدريب في مجال التعليق الرياضي، ناقد رياضي، ومدير أكاديمية بلافيد للتدريب والإعلام بتونس. وبطبيعة الحال ما تنسيش تعمل اشتراك للقناة وأعمل ضريبة جام للفيديو هذا. حقيقة شكرا نبيل خويا اللي ذكرتني فيه وحكيت عليه لأنه لك عايشك يا نبيل انت خويا. متابعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة نبيل كوتشينج. بطبيعة الحال بعد خروج المنتخب التونسي من الكان بدأت تخرج برشا حقائق حول الأجواء داخل المنتخب التونسي طيلة الكان وحتى في البطولة العربية. من بين الأخبار اللي خرجت هو أنه المسؤول الأول عن المنتخب السيد حسين الجنايح كان هو الفاتق الناطق واللي يتدخل حتى في التشكيلة ويفرض بعض اللاعبين على المدرب سامي طرابلسي. الأصداء تحدثت أنه حسين الجنايح كان فرض على المدرب أنه يكون دائما فرجاني ساسي لاعب أساسي في المنتخب، وأنه يكون هو قائد الفريق، رغم أنه سامي طرابلسي كان يفضل أنه يكون الياس الصخيري هو قائد الفريق. ولكن في الأخير حسين الجنايح فرض كلمته على سامي طرابلسي، وهذاك علاش كان تقريبا فرجاني ساسي دائما تيتولار في تشكيلة المنتخب التونسي سواء في البطولة العربية أو في الكان. ورغم تراجع مردود فرجاني ساسي إلا أنه المدرب سامي طرابلسي بقى يعتمد عليه بشكل متواصل، وهذا ما حير الجمهور التونسي الكل، خاصة وأنه فما لاعبين آخرين كان يمكن الاعتماد عليهم مثل اللاعب الحاج محمود في مباراة مالي تم إخراجه في الشوط بين الشوطين، رغم أنه قدم أداء محترم جدا مقارنة بفرجاني ساسي اللي كان خارج الموضوع. ولكن اللي صار بعد في الدقيقة 85 هو الاختيار على إخراج حنب على المجبري والإبقاء على فرجاني ساسي. الأصداء تقول وأنه بعض اللاعبين طلبوا من المدرب سامي طرابلسي إخراج حنب على خاطر وترهم. هذا ما نقلته صحيفة السفير الرياضية الإلكترونية. ولكن وقت تبعنا الموضوع اتضح أنه لاعب فقط كان وراء إخراج حنب على المجبري، وهو اللي طلب من المدرب أنه يخرجه، وهو القائد فرجاني ساسي. فرجاني ساسي إذن أصبح هو الحاكم بتفويض من حسين الجنايح، الحاكم بأمره في المنتخب التونسي. هكا تدار الأمور في المنتخب التونسي، وهذه ربما من أسباب فشل المنتخب التونسي، وهو ضعف شخصية سامي طرابلسي أمام الإملاءات اللي تجي من إدارة المنتخب التونسي. هذا الكل ما ننسوش التأثير المباشر والغير مباشر لطبيب المنتخب التونسي الدكتور سهيل الشاملي اللي يبدو أنه أصبح هو الطبيب الدائم للمنتخب التونسي، وأصبح عنده تأثير سلبي على المنتخب. ورينا كيفاش أنه اللاعب محمد الحاج محمود وقت اللي قال عمي الطبيب يكرهني. من هنا نفهموا أنه فما برشا أشياء في المنتخب التونسي، نحكوا على ديزيكسترا سبورتيف، هي اللي أثرت على المنتخب التونسي وما خلتوش يمشي في الثنية الصحيحة. المشكلة عمرها ما كانت مشكلة لاعبين، المشكلة مشكلة انتوراج كامل بتاع منتخب يلزموا ينضاف. المشكلة ما هيش أيضا مشكلة مدرب، وإنما مشكلة مسؤولين تحكم وتتدخل في أمر لا يعنيها، وأيضا مشكلة وكلاء لاعبين
استباحوا أسوار المنتخب التونسي ويصولوا ويجولوا كما يحبوا ويفرضوا في اللاعبين، بل وأكثر من هذا يفرضهم في التشكيل الأساسية. وهذا ربما من أكبر عناوين الفساد في المنتخب التونسي. وهذاك علاش المنتخب التونسي بقى يجني في خيبة وراء خيبة. كل كان اليوم مع صبري اللاموشي، واللي اختار على ما يبدو أنه باش يكون طاقم الفني متاعه اللي باش يخدم معه كله أجنبي من فرنسا وألمانيا. باقي على الإدارة المكتب الجامعي اختيار مدرب تونسي باش يكون من ضمن المساعدين. الاسم الأكثر هو عادل السليمي. صراحة إذا كان مشينا في الأمر هذا فإنه هذه خطوة ممتازة جدا، لأنه عادل السليمي يعرف جيدا لخنن، ويعرف أيضا كل تفاصيل كرة القدم التونسية والسلوكيات الغير المسؤولة من بعض المسؤولين، وبالتالي يقدر يفرض الانضباط داخل المجموعة، وبالتالي يساعد صبري اللاموشي من هذه الناحية فرض الانضباط وأغلاق أسوار المنتخب أمام كل المتطفلين وأمام كل الصبيانيات. إن شاء الله نمشوا في الخيار هذا، ونتمنى حظ موافق بطبيعة الحال للوفد الجديد صبري اللاموشي وبقية الإطار الفني اللي معاه. وإن شاء الله نشوفوا منتخب تونسي متألق في المونديال، ولكن طبعا الشرط هو أنك تخلي الناس تخدم على رواحة بدون ما تتدخل لهم في خدمتهم، وأيضا بإبعاد الزروس المسوسة في المنتخب التونسي. وأكيد سمعتوا الناس الكل كيفاش أنه بعض اللاعبين اللي ينشطوا في البطولات العربية يحبوا على مدرب تونسي لمواصلة بسط نفوذهم على حجرة ملابس المنتخب التونسي. ولكن حسنا فعل زياد الجزيري باختياره لمدرب فرنسي تونسي وهو صبري اللاموشي. هكا قطع عليهم الضوء، وبالتالي الخيار الأنسب باش تبقى الفيستير نظيفة، وإن شاء الله الكوارث هذه ما عادش نشوفوها في المنتخب التونسي. إلى اللقاء في فيديو آخر.